الإسلام الدكتور عبد الله انت المقدم وهو الخاتم. جيد، اتفضل حبيبي. طيب أنا أبدأ سيد. تبدي رقم 1. أنا فهمت من نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحكم العدل العلي والكبير اللطيف الخبير، والصلاة على السراج المنير البشير النذير الأمين وآله الدرر الميامين. إلى سدة مجدك يا رسول الله مبين تأويل آياته الباهرات الظاهرات، يا من أنزل الله عليك الكتاب، يا من اصطفاك الله رسولا للعالمين واختصك بأحسن الحديث، يا من فضلت على المرسلين وأوتيت منه فضلا عظيما. يا سادتي، يا من فرض الله علينا طاعتكم وعرفنا بذلك رب العالمين وقرن طاعة رسوله بكم، يا من أذهب الله الرجس عنكم وطهركم تطهيرا، يا من اصطفاكم لوراثة الكتاب ونشر الرسالة، يا من أتاكم الله علم الكتاب. إليكم هذا العمل القليل المتواضع راجي الثواب يوم ألقاكم وأنتم لي شفعاء وعني راضون. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. يوم أمس قدمنا الأدلة الناصعة الواضحة الثابتة والتي لا يستطيع أحد أن يردها، ووافقنا الأستاذ سفير الإسلام فيما ذكرنا في أن الإمامة أمر بها الله سبحانه وتعالى، وأن اختلف معنا هل هي تعيين أم أمر آخر، لكنه وافقنا أن الإمامة في القرآن الكريم. وأنا بدوري اليوم إن شاء الله سوف أقدم مزيد من الأدلة على كون الإمامة فرض من الله سبحانه وتعالى وتنصيب من الله سبحانه وتعالى وأمر من الله وعهد الله أن يقيم الإمام ويقيم الأئمة على هذه المعمورة. وأنا أسأل الأستاذ سفير مناظري هذه الليلة، وإذا استطاع الإجابة على هذا السؤال تنتهي المناظرة. نقلت يوم أمس أقوال علماء السنة الكبار كالقرطبي الذي قال أن الإمامة ركن من أركان الدين، وكابن تيمية الذي قال أنها من أعظم الواجبات، وكابن حيان الذي قال هي من أصول الدين، وكالإسفاريني الذي ذكرها في الركن 12 من أركان الدين عنده حسب عقيدته. كل هؤلاء ذكروا أن هذه الإمامة هي أما أنها من الأركان أو الأصول أو أنها من أعظم واجبات الدين، حتى قال قائلهم لا قيام للدين الدنيا إلا بالإمامة. جميل، بغض النظر أنا أستاذ سفير الإسلام، هذه الإمامة التي هي من أعظم واجبات الدين، وأرجوك يا أستاذ أن تنتبه للسؤال ولا تتجاهل سؤالي، وإن شاء الله أنت من الذين يجيبون على الأسئلة. هات لي دليل واحد من الكتاب أو السنة أقبل بها حتى من السنة، وإن كان موضوعنا من الكتاب الكريم، كيفية اختيار الإمام عندكم، أو أن الرسول تركها دون تنبيه. تفضل لك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المستمعين في غرفة الغدير وإخواننا الأحبة في غرفة منهاج السنة. بلغني أولا قبل بداية المناظرة إن ضيوفنا الشيعة أو مستمعينا الشيعة زعلوا من كلمتي أمس إن أقول في دين الشيعة أو في عقائد الشيعة. أنا لم أقول إلا بما قال الدكتور عبد الله اللي هو قال في مداخلته. تقول أنت الإمامة من ضروريات الدين أم المذهب؟ واختلف. احنا مو متفقين ماكو تسجيلات؟ ماكو تسجيلات. انت تتكلم
بما هو تكلم. هذا اتفاق، كل تسجيل ماكو، لا هو ولا أنت. عرفت أخونا؟ أخاف إذا ما قايل لك الأخ وسيم أو ما منتبه، هاي مسألة أخرى. تفضل أخذ 3 دقائق من جديد. تفضل. لا لا لا، ماكو أبدا، ماكو تسامح في اللعب على الشروط رجاء، لا من عندك ولا من أي واحد. الشروط تلتزم، ماكو تسجيل يعني ماكو. من كل مكان، من كل مكان، لا ماكو مشروط من يوتيوب، لا لا لا، أي تسجيل ماكو. تفضل أخذ 3 دقائق مع كل الاحترام. تفضل. بخير إن شاء الله، ولكن أنا كنت مركز في الشروط جيدا يعني. تمام. اللي هو قال الدين الشيعي هو الإسلام، والإسلام هو المذهب الشيعي، فلذلك عندما ذكرت وقلت أن الدين الشيعي يقول، فهذا من قوله وليس من قولي أنا. هذا أولا. ثانيا الأستاذ الفاضل بيقول لي عبد الله، يعني ماذا ستقول في قول علمائك، أو ماذا قال علمائك في تعيين الإمام أو الإمامة في هذا الدين؟ هو في الكلام اللي قرأه من ابن تيمية في مجموع الفتاوي في جزء 28 صفحة 390، اللي هو يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. تمام. وده أنا وضحته في كلام امبارح، حتى يقول ابن تيمية إلى أن أخرج إذا خرج 3 في صفر فليؤمر أحدهم. تمام. وهذا مبدأ المسلمين في اختيار تعيين الخليفة، ولا يحل 3 يكونوا بفلات ولا أمروا عليهم أحدا، فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل. وطبعا النصوص اللي بقول أنا قرأتها من أقوال العلماء لديكم، طبعا أن نكملها نجد أن كل من قرأ له القرطبي والاسفريني وغيره من أقوال أهل العلم تتحدث كيفية تعيين الإمام، فهو يريد يقرأ ما تحدث في هذا. الأستاذ الفاضل أيضا يعني لم يكن عنده أمانة علمية أمس عندما قال أن علي بن أبي طالب يكفر من قال بأن يكفر عثمان بن عفان. طيب تعالوا نشوف كده الرواية اللي هو استدل بيها من كتاب تاريخ المدينة. ماذا تقول؟ فقال بعضنا ما أرى عليا قتله إلا إنه كان يراه كافرا. ده قول مين؟ قول بعضهم، لم يكن قول الإمام علي. فقلت ألا تسأله عن ذلك؟ فسألته فقال، شوف بقى هنا قول الإمام علي رضي الله عنه وارضاه، والله ما كان عثمان بشرنا ولكن ولي فاستأثر وجزعنا. آسف كتبنا لك 3 مرات مايك. موضوع أخونا أشرف غريب، لأن أنت تقصدني في دين الرافضة. أنا قلت للأخ وسيم، ولذلك أنا أدخل، وإلا ما من حقي بما أنك أنت تفضلت. مرة الإنسان يقول عن مذهبه أنا الإسلام ومذهب الإسلام. عرفت؟ التشيع هو الإسلام والإسلام هو التشيع. لا أنت تقول دين الرافضة، أو عبد الله يقول لك دين الوهابية أو دين السنة أو دين الكذا. عرفت؟ أصلا هذا ردك ما كان في محله. وإحنا ردنا أخونا العزيز هذا الأسلوب التشنجي نتركه منك أو من عده، ما نقبل. إحنا نريد نمشي أكثر وأكثر وأكثر أخونا العزيز في التوافق. أترجاك. تفضل دكتور عبد الله. خب إن شاء الله إن شاء الله. وأرجو لا أنت شوف حبيبي، أنت لو تريد توضح هاي كان وضحت للأخ العزيز وسيم، هو كان قال لي مو تاخذها بالمناظرة وتطرحها. عرفت؟ وإحنا بكرة راح يصير هناك راح يصير جرد لكل ما اخترق من نظم. عرفت؟ اتفقنا عليها. زين. وارجوك بعد لا تكتب وما حد يكتب للثاني، ارجوك. تفضل دكتور عبد الله، لك 3 دقائق. طيب ابدا مما انتهى. انا يوم امس قرات الروايه او لم اقرا. اذا كنت انت لم تستمع بشكل جيد ارجع الى التسجيل، هذه ليست مشكلتي. قلت وقال بعضهم، ما قلت قال الإمام علي، قلت وقال بعضهم، وكنت أقرأ الرواية. إذا كنت ما كنت تستمع بشكل جيد هذه مشكلتك، لكن اسمع من الذي كان يوم أمس قد كذب والتسجيل موجود.
عندما قلت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت إمام؟ قال لا. إذا أتيت إلي به أن الرسول قال لا أرفع لك الراية البيضاء الآن أو اعتذر عن هذا الكذب. أين قال الرسول لا؟ أين قال الرسول لا؟ هكذا هي الرواية تقول. فلما نزلت هذه الآية إلى أن قال ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ فقال أنا رسول الله وآله إلى الناس أجمعين. أين قال لا؟ لماذا أضفت كلمة لا؟ لماذا أضفت كلمة لا؟ أنا تركتها يوم أمس حتى لا أخرب الحوار، حتى نمضي دون أن يتشنج الحوار، حيث أنا أعرف إذا كان الخصم يكذب يتشنج الحوار، فقلت مررها لا أهمية لها. أبقى في الموضوع. سؤالي المرة الثانية الآن، حقيقة متعجب لماذا الأخ لا يسمع بشكل جيد. هل أنا قلت ائتيني بحديث من ابن تيمية أو من ابن حيان أو من القرطبي؟ أقول لك القرآن أنزل على رسول الله ليس علمية حتى تقول ابن تيمية قال هذا ينتخب الإمام. الله أنزل القرآن وبين أن الإمام من أهم واجبات الدين. أليس من الواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين كيفية اختيار الإمام؟ ائتيني بحديث واحد، ائتيني بآية واحدة تفسر كيفية الإمام، أو حديث واحد يفسر كيفية اختيار الإمام وتنتهي المناظرة، خلاص تنتهي. إذا ما تستطيع فأنت تتهم الرسول بالتقصير، تتهم الرسول بأنه فرط في أهم واجبات الدين ولو بين الصلاة، كيفية الصلاة. الله أمره بالصلاة في القرآن بين الكيفية، أمره بالصوم بين الكيفية، أمره بالحج بين الكيفية، أمره بالزكاة بين الكيفية، أمره بأحكام النساء بين الكيفية، أمره بأحكام الدين بين الكيفية. أهم هذه الأمور وهي الإمامة الله أمره ولم يبين الكيفية. ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ائتيني بحديث واحد أو آية واحدة محكمة تبين كيفية اختيار هذا الإمام الذي هو من أهم واجبات الدين، والذي هو من الآن والأصول عندكم. أرفع لك الراية البيضاء وتنتهي المناظرة. إذا لم تستطع فأنت تتهم الرسول بالتقصير. استغفر الله ربي واتوب إليك. تفضل أستاذ. الواضح الأستاذ عبد الله يعني نسي موضوع المناظرة وتحدث في كيفية التنصيب للإمام، بالرغم أن موضوع المناظرة هل هناك إمامة إسلامية في القرآن الكريم أم لا، واتجه إلى كيفية تنصيب الإمام وما هي ماهيات تنصيب الإمام. إن الأونر عنده في الغرفة قال موضوعنا ليس ماهيات الإمام ولا صفات الإمام ولا من هو الإمام ولا هذه الأمور، فالأستاذ عبد الله تناسى ذلك. ولكن أنا كنت بكمل، بيقول الأستاذ عبد الله إيه؟ بيقول إن هو كان في سؤال امبارح ليا أنا طرحته عليه لم أجد إجابة طيلة ساعة ونصف في المناظرة، وهو عندما اعترف وقال أن الإمامة أمر توقيفي. سألته أين الإمامة أمر توقيفي في القرآن؟ لم يجب طوال ساعة ونصف. فإذا ما كانش عنده إجابة وأخذ في البحث 24 ساعة كاملة ومش لاقي الإجابة، يطلع يقول على المايك أنا مش لاقي إجابة عما ادعيت فيه. أما أنك تطالبنا الآن الإمامة عندك أنت من أصول الدين، وطار اعترف علماء الشيعة أن هذه الإمامة ليست من أصول الدين بل من أصول المذهب، فأنت المطالب بالدليل بذلك لأنك تعتقد طار إنها أصل، وطار بعض العلماء يعتقدون إنها ليست بأصل. أما شروط اختيار الخليفة عند المسلمين في هذا الأمر فهي معروفة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. تمام؟ هنا في مباحث فيها تحدث فيها أهل العلم عن شروط اختيار الخليفة، ولكن ده مش موضوعنا الآن، هو شروط اختيار الخليفة أو كيف يتم اختيار الخليفة عند المسلمين. الآن سؤالي لك، ما هو الدليل القرآني أن الإمامة توقيفية؟ ده سؤالي ليك. تمام؟ يعني أنا سؤالي إنك تقول لي الإمامة توقيفية، وكثير من علماء الشيعة وضحت لك إننا نقول بأن الإمامة أصلا من أصول الدين، ولكن عندنا العلماء عندما تحدثوا عن موضوع الإمامة أو شروط اختيار الخلافة أو إنها من واجبات الدين، فأنا كنت أتمنى أمام المستمعين، وأنا يمكن طلبت نزيد شوية أشرح ما أنت دلست فيه على القرطبي ودلست فيه على سفارين ودلست فيه على ابن تيمية ودلست فيه على كل هؤلاء، لأنك أخذت من النصوص ما يوافق هواك فقط، ولكن ليس هناك وقت لذلك في هذه الأمور.
السؤال لك الآن، عندما قال الإمام علي لابد للناس من أمير بر أو فاجر كما جاء في نهج البلاغة، فما هي الشروط التي وضعها الشيعة لاختيار الإمام؟ فما هي الشروط التي وضعها الشيعة لاختيار الإمام؟ ده سؤال الثاني. والسؤال الأول، أين الدليل أن الإمامة توقيفية بآية من القرآن الكريم؟ ثاني سؤال، عندما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لابد للناس من أمير بر أو فاجر، ما هي الشروط والمعايير كان يقول بها علي بن أبي طالب لاختيار خليفة أو الإمام البر والإمام الفاجر؟ تمام؟ تفضل معاك المايك. طيب يا أستاذ سفير، تقول أن الموضوع هو إمامة في القرآن الكريم، وهل أنا تكلمت في غير هذا الموضوع؟ الإمامة التي في القرآن الكريم كيفية، أنا الآن اختلفت معك، أنا أقول تنصيب، أنت تقول لا ليس بتنصيب. أقول لك أنا هات لي دليل من الكتاب أو السنة، تقول قال العلماء. أخي العزيز، أنت للمرة الثالثة أقول لك أقوال العلماء لا تعنيني بشيء. أقول لك القرآن أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس على علمائك. الرسول هو الذي يبين القرآن مو علمائك. لو كان علمائك قالوا بأن القرآن قال كذا وكذا كما يقول الشيعة لتشيعوا، ولكن لابد أن يجدوا لهم منفذ ومخرج، فيقولون تارة بالشورى وتارة بالسيف وتارة بالإرث وتارة بكذا وكذا وتارة بأهل العقل أهل الحل والعقد. فيبدو أنك لا تمتلك الإجابة، وأنا سوف أعذرك عن هذا السؤال. أذهب إلى سؤالك أنت حتى ما أترك لك مجال تقول أني لم أجب. تقول أين هي الإمامة الشيعية، مع العلم أن الإمامة الإسلامية بشكل عام سواء شيعية أو سنية في القرآن الكريم. أقول لك أنا أسألك سؤال، ومن خلال هذا السؤال تبين الإمامة هل هي كما يقول الشيعة أم كما يقول أهل السنة. الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. سؤالي بالتحديد ما هو العهد؟ شوف عزيزي، نقطة نقطة إلى إجابتك ما وصلت كاملة، يعني إجابتي لك لم تصل كاملة، أعترف، لكن نقطة نقطة إن شاء الله في المدة القادمة سوف تصل إليك الإجابة. ما هو العهد الذي قال الله سبحانه وتعالى أنه لن يصل إلى الظالمين؟ ما هو هذا العهد؟ كما أنك تركت بعض وقتك أنا أترك بعض وقتي، تفضل، أرجو أن أسمع منك إجابة. أستاذ سفير لك المايك. هي أضحكني الأستاذ عبد الله صراحة، قال لي أنا هجيب عن سؤالك حتى لا يقال إنني أترك أسئلتك، بعد كده سألني سؤال. الله المستعان. يا أستاذ عبد الله، إذا لم تجد دليل قرآني على أن الإمامة توقيفية، بالله عليك اطلب من الشباب يساعدوك، ابحث في موقع، ابحث في كتب، أو قول أنا ما عنديش إجابة، أنا أخطأت في هذا القول. ممتاز؟ ده أولا. ثانيا بس توضيح لنقطة مهمة عشان برضه اختصارا للوقت. حضرتك لما اتكلمت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتقول النبي لم يقول لا وفي هذه الأمور، يعني إن أنا دلست في الحديث يعني. تمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألوه ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا رسول الله إلى الناس أجمعين، ولكن سيكون من بعد أئمة على الناس من أهل بيتي. أليس هذا فيه اعتراف بأن النبي لم يكن إماما عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أنت بقى فيما ذكرت من حديث أمس بأن أولي العزم أنبياء وهذا الأمر، اسمع يا سيدي، درست ابن منصور واقفي، جاء هذا في رجال الطوسي صفحة 158، ومعجم رجال الحديث الجزء الثامن صفحة 99. محمد بن هارون ضعيف، روى عن محمد بن يحيى، جاء هذا في رجال ابن داود الجزء الأول صفحة 269. تمام؟ أبي منصور الواسطي والقاسم بن سليمان وأبي الورد والحسن، دول اللي كان بيتكلم عنهم، جاء إنهم كانوا واقفة في رجال ابن داود. يبقى أنت نفسك لما بتيجي بتقول امبارح في المناظرة أنا لن أستدل عليك إلا بالصحيح واستدل عليه بالصحيح، أنت نفسك ناقضت هذا القول وقلت إن الحديث اللي أنت رويته في أن أولي العزم أئمة حديث فيه واحد ضعيف 3 واقفة. تمام؟ والواقف عندك أصلا يعتبر كافر لأنه لم يؤمن بإمامة الاثنى عشر. هذا للتوضيح. في سؤال بتقول لي ما هو العهد؟ العهد الإمامة كما قال المفسرين في ذلك. العهد الإمامة، إني جاعلك للناس إماما. تمام؟ العهد هو الإمامة.
ده سؤال. شوف انا اجابتك عن سؤالك ازاي. اتمنى تجاوبني عن سؤالي. اين الدليل بان الامامه توقيفيه؟ ما ردك على قول الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لابد للناس من امير بر او فاجر؟ تمام، ده سؤالي ليك. ما هي الشروط التي كان يقصدها علي بن ابي في هذا الشأن؟ تقول هذا. سألتك سؤال ايضا امس عندما قال الامام دعوني والتمسوا غيري، هل ترك التوقيف لله سبحانه وتعالى وترك العبادة التوقيفية؟ عندما قلت كل ظالم هو ليس بمؤمن، هكذا كان العباس ظالما لأنه لم يكن إماما. فإذا أسئلة أنا طرحتها عليك منذ أمس لم أسمع إجابات شافية وفية إلا بكلام انشف انشف انشف. يعني مجموعة من الأسئلة أنا طرحتها عليك امبارح مش عارف. يعني حتى لما سألتك ما حكم من قال إن الإمامة من أصول الدين وما حكم من أنكر إنها ليس من غير أصول الدين، برضو لم أسمع إجابة عن هذا السؤال. إذا كانت توقيع فلا بد أن يتوقف عليها أحكام من القرآن الكريم، فأعطينا الآيات التي تفيد بذلك. أتمنى تجاوبني عن سؤال. شفت جاوبتك إزاي؟ فإذا كان سؤالك لا ينال عهدي العهد الإمام. جاوبني بقى عن أسئلتي، اتفضل. طيب شكرا. العهد هو الإمامة. أولا يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل هل أنت إمام؟ قال أنا رسول الله. يوم أمس وضعت أنه قال لا هذه من الرواية أو من كيسك. هذا ليس تدليس، هذا له مسمى آخر. التدليس لا أريد أن أذكره، هذا له مسمى آخر. فأنت أضفت كلمة لا، تقول أن الرواية فيها واقفة. أنا أقول لك أولا من قال أن الواقفة كلهم ضعاف أو غير موثوق بهم؟ أنتم تحتجون بالخوارج النواصب وتحتج بالروافض. مو الروافض عندكم أهل بدع وتحتج بهم. البخاري يحتج بالروافض، فلا الرافضة عندكم ولا الخوارج عندكم ولا الواقفة عندنا لا يحتج بهم إذا كان واضح. اترك هذه المسألة الآن. جميل. قال الأستاذ سفير الإسلام يقول أن العهد هو الإمامة. طيب الله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. هل بعض الظلمة عندكم نال الإمامة أو لا؟ هل شوف يا أستاذ هذا السؤال أرجوك بالله عليك تسجل عندك. هل بعض الظلمة عندكم نال الإمامة أو لا؟ واضح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أئمتك الكبار البيضاوي انظر ماذا يقول حول تفسير هذه الآية. قال إني جعلك للناس إمامة، قال ومن ذريتي عطف على الكاف أي وبعض ذريتي كما تقول وزيدا في جواب سأكرمك. قال لا ينال عهدي الظالمين إجابة إلى ملتمسه وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة وأنهم لا ينالون الإمامة. لا ينالون الإمامة. أنا ساعدك أعطيك السؤال وأعطاه معه. هذا عالم من علمائكم يقول أن الظلمة لا ينالون الإمامة. الواقع عندكم الظلمة نالوا الإمامة أم لم ينالوا الإمامة؟ نالوا الإمامة أم لم ينالوا الإمامة؟ وخصوصا أن أحد أئمتكم الاثني عشر وهو الثاني عشر كان وطيا فاسقا كيرا عنه الذهبي. يقول عنه حجر هو الإمام الثاني عشر ويقول عنه الذهبي أنه كان فاسقا لوطيا. فهل هذا عندكم الإمام الثاني عشر وهو الولي يزيد بن عبد الملك تنطبق عليه شروط الإمامة حيث جعلتموه هو الإمام الثاني عشر، أو أن الإمامة ينالها عندكم كل شخص؟ طيب يقول الزمخشري، وإن كان الزمخشري لا يعتبر عند السلفية ولكنه هو من أعلم علماء أهل اللغة والتفسير ويشهد ناصي والداني في هذه الآية. يقول في هذه الآية دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة، لا يصلح للإمامة. إذن هنا العهد من الله توقيفي أم اختياري؟ تفضلك توقيفي أم اختياري؟ تفضلك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد سمع إجابة عن سؤال أين الدليل الثاني أن الإمامة توقيفية؟ حد سمع إجابة عن سؤال الثاني أين الدليل عندما قال الإمام علي بن أبي طالب لابد للناس من أمير بر أو فاجر، ما هي الشروط التي وضعها؟ لم يجيب. الأستاذ الفاضل بيسألني سؤال عجيب غريب، بيقول لي هل عندكم بعض الظلمة كان إماما؟ إجابة لا.
لأن مفهوم الإمامة هذه عند أهل السنة كما كنت تستشهد من تفسير الفخر الرازي أمس، والإمامة هي النبوة. الإمامة هذه في معتقد أهل السنة كما قال الفخر الرازي إنها النبوة. تمام؟ ده للتوضيح فقط. ولذلك أنا كنت أطالبك بتعريف أو بمفهوم ما هي الإمامة ما بين السنة والشيعة. الشيعة تعتقد أن الإمامة أعلى مقام من النبوة، وإنها منصب جديد، وإنها منصب جديد، كما قال في دلائل الإمامة، أو مثلا كتاب النكت الاعتقادية المفيد، إنها دليل على اللطف، واللطف واجب في الحكمة على الله تعالى. أيضا في دلائل الإمامة ما ثبت الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، وإنها امتداد للوجود النبوي المقدس. لم يقل أحد من أهل السنة إن الإمامة التي حدث عنها القرآن الكريم في نبي الله إبراهيم الفخذ أشار فيها في تفسير الآية القرآنية إنها النبوة. ولكن أنت عندك بتقول هل نال أحد من هؤلاء الظالمين إمام؟ فقلت لك لا، لم يكن هناك ظالم نال هذه الإمامة. لأن عندك بهذا المفهوم، يلا أنا هطرح عليك سؤال حلو أوي. السؤال هو، يعني السؤال ده رقم 3 النهاردة، ركز. هل يوسف كان إماما؟ نبي الله يوسف؟ هل نبي الله يعقوب كان إماما؟ هل إسماعيل كان إماما؟ هل إسحاق كان إماما؟ هل سليمان كان إماما؟ هل داود كان إماما؟ لا ينال عهد الظالمين. يا إما تثبت بأدلة نصية عن أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا أئمة، أو تقول إنهم كانوا ظالمين. هل يوشع بن نون كان إماما؟ أنا عايز إجابات عن هذه الأمور. تمام؟ أما في قولك بتقول لي أصلحنا الواقفة تكون ثقة، تمام؟ أنا أعلم أنكم وثقتم الواثقة ووثقتم المجاهيل ووثقتم كل هذه الأمور، كما قال الحر العاملي أخذوا الحديث حتى عن من يعتقدون بكفره وفسقه. أما في ردك على ما أنت ذكرت أننا نروي عن خوارج أو نروي عن ناصبة، نروي نعم في غير أصول، في أمور لا تضر بالمعتقد بشيء، ويكون الحديث له شواهد، يعني له أصول، نروي في التتابع أو في التكرار. هذا للأمر. يبقى عندك 3 أسئلة، أجيب لي بالله عليك عن واحد فيهم. اتفضل معاك المايك. لا رويتم عن الخوارج والنواصب وغيرهم في الأصول وبالاحتجاجات، وما أدري إذا كنت تعرف الفرق بين الاحتجاج والشواهد، ورويت الاحتجاجات. هذا ليس موضوعنا الآن. تقول أن أين الإمام علي قال لابد للمسلمين من إمام. أقول لك هذا اتركه الموضوع هذا إلى يوم حديثنا عن من هو الإمام. إلى الآن حديثنا هل الإمامة في القرآن موجودة نص من الله أو موجودة؟ هذا أبين لك فيما بعد إن شاء الله، علما بأنك لم تأتي أنا الآن أنت ترد على حديث ما رويته لك بأنه فيه واقفة، والنص الذي تأتي به أنت إليه من غير سند. لكن بالرغم من ذلك أبينه لك وأعلمك إن شاء الله ما المقصود من قول الإمام. ما عندي إشكال. تقول العهد أو تقول الإمامة هي النبوة. أقول لك والله لا أدري هل أضحك أم أوضح لك. لا بس أوضح لك. إذا كان العهد وهي التي اتفقت معي أنها الإمامة هي النبوة، كيف أن بعض علماء قالوا وهذا فيه بيان أن العهد والتي هي الإمامة تصلح لفاسق؟ يعني يصح نقول لا تصلح نبي فاسق. ليش أكون نبي فاسق ونبي غير فاسق والعياذ بالله؟ يا رجل شوية وأنا أتكلم، أرجوك انتبه وأنا أتكلم، ركز شوي. لا يصح أن تقول أن المقصود بها هي النبوة، لأن لو كانت النبوة لما جاز العلماء يقولوا لا يصلح أن يكون إماما فاسق، يعني لا يصلح أن يكون نبي فاسق. أكو شيء اسمه نبي فاسق والعياذ بالله؟ هل الله يرسل لكم أنبياء والعياذ بالله فسقة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يجب على هذا السؤال. انظر ماذا يقول ابن حيان في البحر المحيط، في التفسير في البحر المحيط الجزء الأول صفحة 603. يقول والعهد هو الإمامة قاله مجاهد أو النبوة قاله السدي. شوف ماذا يقول، العهد هو الإمامة قاله مجاهد أو النبوة قاله السدي. طيب ما هو الصحيح؟ والظاهر من هذه الأقوال إن العهد هو الإمامة وليست النبوة. تفضل يا أستاذ، أنت أعلم أم ابن حيان أعلم؟ واضح
لك يا أستاذ سفير؟ واضح لك يا أستاذ سفير؟ ها؟ واضح لك؟ واضح؟ إن شاء الله اتضحت لك المسألة. مرة أخرى أرجوك تنتبه إلي وأنا أتكلم حتى لا تقع في مثل هذه الأخطاء المضحكة. يقول ابن عجيبة صاحب كتاب البحر المديد في تفسير القرآن الكريم، يقول قال الحق لا ينال عهدي، أي لا يحق لا تفضل أخونا، تفضل. أخونا القطيف ينبه تايم مرتين، بالثالثة عرفت ينقط. تفضل أخونا أشرف غريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد سمع إجابة؟ شوف أنا بكرر أهو، حد سمع إجابة عن أسئلتي؟ أكرر الأسئلة تاني. سؤالي الأول: أين الدليل أن الإمامة توقيفية من القرآن الكريم؟ تاني سؤال: عندما قال الإمام علي لابد للناس من أمير بر أو فاجر، ما هي الشروط التي وضعها الإمام علي؟ يا أخي ركز في أسئلتي بالله عليك، يعني إحنا في حوار علم، أنت بتسألني وأنا بجاوبك، يعني كل أسئلتك اللي أنت بتطرحها أنا بجاوب عليها. قلت لك مش عارف تجاوب، لقيت نفسك تورطت في أمر من أمس، اطلع على المايك قول يا جماعة الخير أنا أخطأت في هذا الأمر. لا إشكال، هعدي ليك، يعني إحنا في حوار علمي، ومن أصول الحوار العلمي أن تلتزم بما أنت ذكرت، هذا للمعلومية. أما في قولك عن قول ابن عبان في تفسير الآية، يقول لك الظاهر إنه على سبيل الطلب، أي واجعل من ذريتي، وهذا الجواب الذي أجاب الله به إبراهيم هو الجواب الذي يربو على السؤال، لأن إبراهيم طلب من الله وسأل من الله أن يجعل من ذريته إماما، فأجاب إنه لا ينال عهد الظالمين، ودل بمفهوم الصحيح إن لا ينال عهد من ليس بظالم، وكان دليلا على انقسام ذريته إلى ظالم وغير ظالم، وبذلك إن العهد والإمامة إن ظاهر قوله لا ينال عهد الظالمين إنه جواب لقول إبراهيم ومن ذريته على سبيل الجعل، إذ لو كان على سبيل المنع لقال لا ينال عهد ذريتك. تمام. أما في قولك هل هناك أنبياء ظالمين يعني أرسلهم الله؟ نعم، عندك نبي الله آدم كافر. تمام. في كتاب الكافر للكليني في باب كفر وأرقام، عندما سئل الإمام قال أصول الكفر ثلاث: الحرص والاستكبار والحسد، فأما الحرص فإن آدم حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها. فعندك أنت أيضا قال شيخ أسد قصير أن الخميني أفضل من أنبياء بني إسرائيل، والخميني ليس بمعصوم، فإذا من غير معصوم كان أفضل من هو معصوم من الله ومنصب من الله سبحانه وتعالى، فلا إشكال عندك في ذلك. تمام. عندك أيضا نبي الله آدم حسد الإمامة. تمام. عن أبي عبد الله جاء هذا في تفسير العائشة الجزء الأول صفحة 41 عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله تبارك وتعالى عرض على آدم في الميثاق ذريته، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على علي عليه السلام وفاطمة صلوات الله عليهم تتولاهما، والحسن والحسين يتولان فاطمة، فقال يا آدم إياك أن تنظر إليهم بحسد، أهبطك من جواري، فلما أسكنه الجنة مثل له النبي وعلي وفاطمة والحسين صلوات الله عليهم، فنظر إليهم بحسد، ثم عرضت عليه الولاية فأنقرها فرمته الجنة بأوراقه. عندك هذه. تمام. أجبني بقى عن سؤالي بالله عليك: أين الدليل أن الإمامة توقيفية؟ أجبني، ما حكم من قال إن الإمامة ليست من أصول الدين إذا كانت هي توقيفية؟ يعني أتمنى أجد إجابة عن سؤال من أسئلتي. اتفضل معاك المايك. لا، المشكلة ليس في إجابتي، المشكلة في سمعك. أنت لا تريد أن تنتبه ولا تريد أن تسمع، تقول أن عندنا نبي الله آدم كافر والعياذ بالله، وهذا كذب بين، ولا أريد أن أعلق على موضوع مختلف، لكن لا بأس. عندك أنت عمر منافق، وعندك أبو بكر زنديق، لأن أبو بكر قال عن الرسول أنه نوم يعني صاحب نوم، نوام، وابن تيمية يقول من أساء إلى النبي فهو زنديق. وعندك عمر ليس بمسلم، كافر. ليش؟ لأنه شك يوم الحديبية فقال ما شككت منذ إلا يومئذ. والنووي يقول من يشك في الإسلام فهو ليس بمسلم. فأرجوك لا تذهب إلى المواضيع الجانبية، أرجوك. وهم نالوا الإمامة عندك، أبو بكر وعمر نالوا الإمامة عندك، فأرجوك ابقى في الموضوع. تقول أنا ما أجب، أنا حقيقة لا أدري، أنت تستمع إلي وأنا أتكلم،
أقول لك هذه الآية تدل على أن الإمامة توقيفية. اختلفت معك أن الإمام العهد إمامة النبوة، لك أن العهد هو الإمامة وهي التي تعني الخلافة، تعني الخلافة. اسمع ماذا يقول الجصاص في تعليقه على هذه الآية في أحكام القرآن. قال: وجميع ما روي من هذه المعاني يحتمل إلى أن قال مراد الله تعالى وهو محمول على، فلا يجوز أن يكون الظالم نبيا ولا خليفة لنبي، لا نبيا ولا خليفة لنبي. أنت أدري تتبع دين من؟ أئمة أهل السنة يقولون أن المقصود لا ينال عهد الظالمين هم الأئمة، الإمامة، الخلافة. طبعا لا فرق بين أن نقول خليفة أو إمام، لأن الخلافة في قريش والإمامة في قريش كما جاء في الحديثين الصحيحين. فما أدري أتبع من الآن؟ أتبع هذا المناظر الذي يناظر فيها الآن، الذي لا شيء يمتلك ويقول، أم أتبع وأقرأ في كتب هؤلاء أساطين علماء السنة؟ أعطيك قول عالم آخر، ماذا يقول ابن كثير؟ يقول: واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره، والله أعلم. وقال ابن خويز بن منداد المالكي، ابن خويز هذا من أعلام القرن الرابع، توفي سنة 390 هجرية: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة مو نبي. يعني علمائك قالوا أن المقصود لا ينال عهد الظالمين الخلافة. ما أجبتني الآن. علمائك جهلة، علمائك ما يفتهمون، علمائك لا يقرؤون، وأنت ما شاء الله الذي فهمت هذه الآية الكريمة. جاوبني الآن: لا ينال عهد الظالمين هذا نص من الله، تنصيب من الله، أم أعطاها شورى للناس يختارون من يشاء؟ تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. الأخ كتب حخرج وأرجع، ننتظره إلى أن يرجع إن شاء الله. حياكم الله جميعا أخواننا الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، خليه يعيد بس آخر دقيقة أتكلم فيها، كان عندي تقطيع. اتفضل. أوكي، بس أنا حبيت أعطي ملاحظة أخونا سفير. إحنا ما نريد تشنج، ماكو مسلم على الإطلاق يكفر آدم عليه السلام. هذه الأمور أخونا العزيز السبب تشنج وفعل وردة فعل، وإحنا ما نريده بالمناظرة. نريد الود والمحبة والأخوة والمبحث العلمي هو السائد. أترجاك. لا لتكتب عبد الله، أخونا دكتور عبد الله، قلنا ما حد يكتب. تفضل أخذ دقيقة. إيه ما تكتب الله يخليك. أخونا طيفي نزل وقت دقيقة، آخر دقيقة يعيدها الدكتور عبد الله. تفضل. طيب، أرجو من الأستاذ سفير الإسلام أن يكتب لي رقم 1، وأرجو أن ينتبه إلى ما أقول. شوف عزيزي، إذا كان الهدف من حوارك لنا الحق فعليك أن تنصت، لا تقول لي لم تجب. هذه مسألة دين تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى إنصات، معرفة. أرجوك انتبه لي الآن. سلم لي أن العهد هنا في القرآن الكريم هو الإمامة والتي تعني الخلافة. سلمت لي؟ إذا سلمت لي نذهب إلى الخطوة التالية. والله الذي لا إله إلا هو سوف أجعلك تخرج من غرفة وأنت مسلم لنا أن الإمامة هي تنصيب من الله إذا كنت فعلا طالبا للحق. إذا سلمت لي إن شاء الله. أنا ذكرت أقوال، ومنهم قول من ابن كثير مثلا قال: واختار ابن جرير أن هذه الإعلان قال. وقال ابن خويز منداد المالكي، ابن خويز أحد كبار أئمة أهل السنة الأصوليين، توفي سنة 390 هجرية، قال: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة. الظالم لا يصلح أن يكون خليفة. ففهم من الآية أن المقصود بها هم الخلفاء مو الأنبياء، هم الخلفاء مو الأنبياء. أعطيك شخص آخر وهو معاصر، أبو بكر الجزائري، أحد الذين يكتبون ضد الشيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يكون الصوت واضح. أولا بس قبل أن تذهب لكل هؤلاء، يعني أنت عندما استشهدت بالبحر المحيط في التفسير، عندما ذكرت وقلت إن هو يقول إن الإمامة، إن العهد هو الإمامة
هو يقول أيضا في تكملة التفسير وهو وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وغير ذلك. تمام؟ يعني انت دلوقتي حتى صاحب البحر المحيط اللي انت بتستدل بيه هو نفسه يعترف بأن هذا العهد الإمامة هو النبوة في ذرية نبي الله إبراهيم. ألم أقل لك لابد أن نفرق ما بين مفهوم الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية ومفهوم الإمامة في المعتقد الشيعي ومفهوم الإمامة عند المسلمين؟ ده فرق وده فرق. انتم تعتقدون ان الإمامة لطف إلهي واجبة كالنبوة وانها تنصيب من الله سبحانه وتعالى. لذلك السؤال المفصلي في الموضوع كله عندما انت ذكرت وقلت ان الإمامة توقيفية، يا رجل من امس اسألك هذا السؤال ولا اجد اجابة. تطلع على المايك تسترسل فقط، كل ما تطلع على المايك تسترسل فقط، قال فلان وقال فلان. منهج اهل السنة في مفهوم الإمامة او في مفهوم تعيين الخليفة وانه لم يكون ظالما او لم يكون كذا، عندك السيد كمال الحيدري تمام في تعارض الادلة في المحاضرة على ما اتذكر 41 كان يتحدث عن مفهوم الظلم وتقسيم الظلم، وقال لابد ان يكون في الظلم هذا بعد ايمانه او بعد اسلامه الا يكون ظالما. حتى اعترض فيها على تفسير الطبطبائي لانواع الظلم 3 انواع: من كان ظالما في بداية حياته، من كان ظالما بعد بداية حياته، من كان ظالما من اول حياته لنهاية حياته، من كان غير ظالما من اول حياته الى اخر حياته. هذا هو المفهوم. اما تقول ان اهل السنة الامامة عندهم بمعنى الخلافة، الخلافة جزء من اجزاء الامامة، وقاسة امر الجيش من اجزاء الامامة. فالمفهوم يختلف في مفهوم الامامة ما بين السنة والشيعة. انت عندك هذا الامام منصب من الله، لا يسوى ابدا ولا يخطئ ابدا، معصوم. فين هذا الدليل التوقيفي للايمان بها من القرآن الكريم؟ تتحدث في نبي الله ابراهيم. امبارح انت اثبتت بالدليل القطعي ان نبي الله ابراهيم استحق ان يكون اماما، وذكرت لك هذا من اقوال علماء الشيعة ان الامامة كانت استحقاق له، حتى عندما سألتك في قوله تعالى وجعلناهم ائمة يدعون الى النار، لما رجعت انت الكلام الفخر الرازي في هذا القول اثبتت ان هذا الامر عرفوا به عن قول الجبائي لما ظهر عليهم. فكذلك هذا قول اهل السنة ان هناك ائمة جور وائمة هدى. حتى الامام يعترف بذلك عندك في هذا الشأن، يعني الامام نفسه بيعترف في هذا الشأن، بيقول فيها ايه؟ اسمع يا سيدي ماذا يقول الامام في بصائر الدرجات: بعض اصحاب جعلناهم ائمة يهدون بامرنا. يقول الامام: قال سمعت يقول ان الدنيا لا تكون الا فيها امامان بر وفاجر، فالبر الذي قال الله تعالى فيه وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا، واما الفاجر وجعلناهم ائمة يدعون الى النار. اذا استاذ الفاضل هنا ايش هو مفهوم الامامة اللي انت بتتكلم عنها؟ اتفضل ويا ريت تجاوبني عن اسئلتي، بالله عليك تجاوب عن اسئلتي. اطمئن انا اجيب على كل سؤال، واشكرك على الرواية الاخيرة من بصائر الدرجات فيما قال الامام لا بد ان يكون لهم امامان، فهذا لنا، ولكنك ربما تقرأ دون ان تفهم ما تقرأ، مع احترامي الشديد لك، او يعني لم تنتبه لما تقرأ. استاذي الكريم تقول هي جزء، هي كذا، لا قبل ذلك تقول انه قال فلان ان الظلم اقسام، وظلم بعد الشرك وظلم قبل الشرك. يا اخي العزيز انت محضر الى خلافة ابي بكر، فالان احتججت عليك ان ابو بكر كان يوما من الايام ظالما حيث انه كان مشركا. يا اخي العزيز ما دخل هذا في هذا، انت غير محضر بشكل جيد، انت مو محضر بشكل جيد. انا الان ليس معك في هل الظالم يصلح ان يكون امام او اذا اسلم او لا يصلح، انا معك الان العهد هو الامامة وتعني الخلافة، وهل هي تنصيب من الله او غير ذلك. بعد ذلك نذهب الى تقسيم الظلم. الآن تقول العهد هي الإمامة والإمامة هي جزء من النبوة، وهذا الكلام ما أدري حقيقة من أين تأتي به. أقول لك علمائك علقوا على هذه الآية بالتحديد أن معنى لا ينال عهد الظالمين هي الخلافة. الخلافة ألف لام خاء لام ألف فاء تاء مربوطة. الخلافة أرجوك ركز. قالوا الخلافة كم مرة لابد أن أكرر. ما عندهم قل هؤلاء جهلة. ابن كثير جاهل، المالك بن خرباد جاهل، صاحب البحر المحيط جاهل، فلان جاهل، كل هؤلاء جهلوا وما يفهمون، فقط الأستاذ سفير الإسلام هو الذي يفهم. تقول أنني أنا نقلت من كلام ابن حيان، ما أدري والله ما الذي قلت أنت، لم تأتي بشيء قاله هو. يقول العهد الإمامة قاله مجاهد، والنبوة قاله السدي،
يقول السدي قال أن المقصود بهذا العهد هي النبوة. مجاهد ماذا قال؟ الإمامة. إذا قارنا بين مجاهد والسدي عندكم كحبة الرمل أمام جبل. السدي عندكم مطعون فيه، مجاهد إمام الأئمة. السدي لم يسمع من ابن عباس، مجاهد تلميذ ابن عباس. علماء قالوا إذا جاءك الحديث أو التفسير عن مجاهد فحسبك. مجاهد يقول كل ما أرويه في التفسير سمعته من ابن عباس. قول كنت أقف عند كل آية أسأل فيها ابن عباس، فمجاهد مقدم. طيب ماذا قال ابن حيان؟ والظاهر من هذه الأقوال أن العهد هي الإمامة، يعني مو النبوة التي قالها السدي. والظاهر من هذه الأقوال أن العهد هي الإمامة لأنها هي المصدر بها، فأعلم إبراهيم أن الإمامة لا تنال الظالمين. واضح يا أستاذ؟ نقلت لك كلام ابن كثير، نقلت لك كلام الجزائري أبو بكر الجزائري، ونقلت لك، والآن أنقل لك بعد كلام جديد وهو كلام أبي بكر في زهرة التفاسير. قال ولذا قال تعالى قال لا ينال عهدي الظالمين، أي أن ذريته سيكون منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعلم أن الأستاذ عبد الله مرسل غير مستقبل صراحة، يعني سؤال منذ أمس أكرر في كل مداخلة هقرر عليه هذا السؤال: أين الدليل الذي أنت ذكرت أن الإمامة توقيفية عندما قال الإمام علي لابد للناس من أمير بر أو فاجر؟ ما هي الشروط؟ بتقول لي أنت بتقرأ من الكلام، نفس الكتب اللي أنت بتستشهد بيها أنا أقرأ لك منها. يعني عندما تذكر هذه الكتب وأقرأ لك منها أنا أستشهد عليك بما أنت تذكر، لأنك عندك مقام الإمامة غير مقام النبوة. ونفس العالم اللي أنت استشهدت منه أنا أتيت لك بأن مفهوم الإمامة هو النبوة في ذرية نبي الله آدم. هذا ردا على كلامك فيما أنت ذكرت. سألتك عن حديث بصائر الدرجات، قلت لي والله كويس أنك أنت قرأت من بصائر الدرجات ولكن أنت لا تفهم ما معنى قول بصائر الدرجات وسكت. طب فهمنا. يعني الإمام المعصوم يعترف بأن هناك إمام ظالم وهناك إمام عدل بموجب هذه الآية. أما أنك بتقول إن أهل السنة فسروا الإمامة في الخلافة فقط، دي اسمها الإمامة الكبرى أستاذ الفاضل، اللي هي خلافة أمر المسلمين اللي يتحدث عنها ابن تيمية. تمام؟ ماشي؟ وتحدث عنها العلماء كالقرطبي وهؤلاء الذين أيضا ذموا إمامة الرافضة في نفس الكتب وفي نفس الأدلة اللي أنت استدلت بها أمس، هم نفسهم ذموا هذه الإمامة عند الرافضة. تعال مثلا أنت استشهدت أمس بقول القرطبي، شوف ده على سبيل المثال، يعني في قول مثلا أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك، وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، والمهاجرين قالوا ذلك. اسمع ماذا يقول في بعد ذلك. تمام؟ واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وإن كان ركن من أركان الدين الذي به قوة الحمد لله رب العالمين. وقالت الرافضة، اسمعوا بقى حتى نفس الكلام، وقال يجب نصبه عقلا، وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لفضيلة العقل. تمام؟ فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل، وهذا فاسد. يعني حتى شوف الكلام اللي انت بتستشهد به للعلماء لو تقومه. حتى سألك أخونا شهيد المحراب أمس هل تؤمن بعقيدة العلماء الذين تنقل عنهم؟ رديت رد غريب قوي، قلت له أنا باخد منهم فقط ما أستطيع أن أستدل به، وهذه ليست أمانة علمية أساسا، فلا بد أن تأخذ بما هو يعتقد به. فأنا سألتك سؤال: الذين قالوا إن الإمامة من أصول الدين ما هم حكمهم؟ والذين قالوا إنها ليست من أصول الدين ما حكمهم إذا كانت توقيفية؟ العباس سألتك سؤال: لم يكن إماما والآية تقول لا ينال عهد الظالمين، فهل العباس ظالم؟ سألتك في يوشع وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، قلت لك هؤلاء أنبياء من عند الله سبحانه وتعالى، هل هم ظالمين لأنهم لم ينالوا هذا العهد؟ ما جاوبتش. فأنا أراك تترك أسئلتي بالمرة، جاوبني عن سؤال واحد، اثبت للناس إنك صاحب علمية. اتفضل. أنا حقيقة أشك أنك أنت أولا قلت أرسل ولا أستقبل. حقيقة أنا أقول رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. عزيزي أستاذ سفير، أنت تقرأ من قرطبي ولا تفقه ما يقول. هو يتكلم عن كيفية أن الإمامة وجبت على الناس، يقول قالت الرافضة يجب نصبه عقلا.
وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل، فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل، وهذا فاسد. هو يرد على أن الرافضة تقول أن الإمامة أوجبت الناس عقلا، ويقول هذا كلام فاسد لأنها أوجبت شرعا لا عقلا. ما أدري ما علاقة هذه في قولنا. الآن تقول أنا لا أجيب على أسئلتك، والله لا إله إلا لم أترك سؤال إلا أجبت عليه. أما أن الوقت يحرمني من الإجابة فأجيب فيما بعد أو أجيب حالا. تقول العباس هل هو، أقول لك عندما يشترط الله سبحانه وتعالى أن الإمامة لا ينالها إلا المؤمن، لا يعني أن من لم ينلها غير مؤمن. هذا لا يعني ذلك. إثبات الشيء لا ينفي سواه. أنا يوم أمس قلت لك وكنت أحسبك أنك تفهم يعني هذه المصطلحات العلمية، إثبات الشيء لا ينفي سواه. قلت لا داعي أن أفصل في هذه المسألة، أختصر الإجابة حتى أكسب وقتي. الآن تقول ما زلت تتكرر أين الله سبحانه وتعالى نصب الإمامة؟ والله ما أدري. إذا أنت لا تريد أن تجيب وفي الوقت نفسه لا تسمع، الله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهدي الظالمين، وثبت أن العهد هو الإمامة والتي هي الخلافة بشهادة كبار أئمتكم. الله سبحانه وتعالى قال ينال عهدي الظالمين. ما معنى؟ قال يعني أنا أقول طبعا أن المعنى أن الله هو الذي يختار، لأن لو كان الأمر للناس لاختار الناس قد يختار الظالم، وبالفعل وقع منكم ذلك، حيث أنكم تركتم ما اختاره الله واخترتم الوليد بن يزيد بن عبد الملك الوطي كما قال عنه الذهبي، وقال عنه ابن حجر هو الإمام الثاني عشر. تقول القرطبي فلان قال أو فلان قال. أقول لك نعم، لو هم قالوا بما نقول نحن وتشيعوا، ولكنهم هم على معتقدهم. أنا أخذ منهم ما فهموه من الآية الكريمة في أن الله سبحانه وتعالى أوجب الإمامة. أما من هو الإمام هذا شأنهم وله موضوع آخر. هل هم اتبعوا النبي أو لم يتبعوا النبي؟ هل هم ناقضوا أنفسهم أو لم يناقضوا أنفسهم؟ ناقضوا أنفسهم. تقول هل إبراهيم، هل إسماعيل، هل فلان من الأنبياء عليهم السلام جميعا أئمة؟ أقول لك أنا غير مفتري. أنا غير مفتري. هناك 124 ألف نبي، بعضهم أنبياء وبعضهم رسل وبعضهم وأئمة وبعضهم غير ذلك. أنا غير مفتري، لا أدري. 124 ألف نبي، تريد أن أسمي لك كل نبي هل هو إمامة، هل هو خليفة، عفوا هل هو إمامة، هل هو نبي، وهل هو نبي ورسول، وهل هو رسول أم نبي؟ ما هذا الكلام. نحن موضوعنا الآن في الإمامة التي في الإسلام التي تكون بعد الرسول، خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضلك المايك. أستاذنا المرسل غير مستقبل عبد الله 14 هو موضوعنا الخلافة بعد الرسول، فاستشهادك بآية إبراهيم أساسا ليس في محله، لأن إبراهيم عليه السلام لم يكن خليفة سياسيا. السؤال رقم 5: أين الدليل أن نبي الله إبراهيم كان صاحب خلافة سياسية حتى يكون محل استشهادك بهذه الآية؟ فمحل استشهادك غلط، فأن تكون هذه الإمامة معناها الخلافة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووضحت لك من كلام العلماء مقصودها النبوة، وانت بتقولي لا مقصودها هي خلافة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. سألتك في حديث بتقولي الوقت ما بيسعفنيش. لا، الوقت بيسعفك ما شاء الله، ولكن في الإرسال غير الاستقبال. يعني أنا سألتك سؤال يتيم من امبارح للنهاردة، بالله عليك الوقت ما اسعفك؟ يعني داخلين فضل لنا نص ساعة والمناظرة تخلص. أين الدليل إن الإمامة توقيفية؟ لم أسمع إجابة واحدة. تمام. سألتك عن قول الإمام لابد للناس من أمير بر أو فاجر، لم أسمع إجابة واحدة. سألتك سؤال بتقول لي أصل نفي الشيء لا يعني إثباته. هذا تناقض أستاذ عبد الله 14 مع تناقض أستاذ عبد الله 14 اللي هو قال لا ينال عهد الظالمين، أي غير الإمام يكون ظالما غير مؤمنا، وكل إمام مؤمنا غير ظالما. ده كان كلامك امبارح. تمام. لما زنقت دلوقتي في موضوع العباس قلت لا أصل إثبات الشيء لا ينفي عن الشيء الأمر. يبقى إذن أستاذنا الفاضل أنت متناقض مع نفسك أمام الجميع، لأنك واضح أنك مش مركز. تمام. يبقى إذن أستاذنا أنت دلوقتي مفهومك للإمامة إذا كان عنوان الخلافة فإذا استشهادك باطل بالآية كما سبق القول. أجبني بالله عليك. بتقول لي طب اسمع بقى، في أعيان الشيعة لمحسن الأميني في الجزء الأول صفحة 107 إذا كانت هذه الإمامة عندك من أصول الدين وهي أمر توقيفي وأتمنى الإجابة عليه. تمام. يقول أو قال بوجود نبي بعده أو بمشاركة أحد له في النبوة فهو خارج عن الإسلام. ومن أنكر إمامة الأئمة الاثنى عشر لا يخرج بذلك عن الإسلام، لأن إمامتهم ليست من ضروريات الدين بل من ضروريات المذهب.
ايه رأيك في الكلام الحلو ده؟ يعني احد علمائك يقول لك الامامة اللي انت قلت عليها امر توقيفي ليست من ضروريات الدين بل من ضروريات المذهب. يعني انا اعرف من هنا ايه؟ افهم من كده ان الامامكم ليس من اصول الدين كما ادعى الاستاذ الفاضل في هذا الشأن. سألتك عن سؤال عن علي بن ابي طالب عندما قال دعوني والتمسوا غيري، هل هنا خالف الامر التوقيفي من الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ سألتك في عيون اخبار الرضا اللي هو الجزء الاول صفحه 67 من جاءكم يريد ان يفرق الجماعه ويغضب الامه امرها ويتولى من غير مشوره فاقتلوه فان الله عز وجل اذن ذلك. يبقى اذا حتى الامام يعترف ان هي الامر مشوره. استاذنا الفاضل ليا سؤال، هل بتقول انا ما اعرفش الانبياء كلهم كانوا ائمه ام لا؟ فبعضهم كان نبي امام وبعضهم كان اماما، يبقى اذا من كان غير امام فهو ظالم على موجب ما انت تدعيه. تمام؟ اتفضل. طيب، اولا يعني ارجو ان لا تحاول ان تغطي عن بعض الامور بالاساءه يا مستقبل، وهذا الكلام لا يصح. يا استاذ سفير انت ضيف عندنا ومحترم إن شاء الله، فلا تغطي عن بعض المسائل بالإساءة، لأنه الذي يسيء تراه دائما في وضع غير جيد. الله يبارك فيك، خلينا مؤدبين ونحترم بعض. الله يبارك فيك، وإن شاء الله هذه زلة لسان لا تتكرر منك. تقول أنا لم أجيب على أسئلتك، لم أجيب على أسئلتك. أنا حقيقة لا أدري، والله لا أدري أنت فعلا لا تنتبه إلى ما أقول، أو أن ليس عندك شيء فتكرر ما قلت. يعني أنت تكرر كل مداخلة ما تجيب هكذا، وكأنما هي اسطوانة مشروخة، فقط اسطوانة مشروخة تعيد الكلام. قلت لك الله سبحانه وتعالى أنت الآن لو تجيب أسئلتي تنتهي المناظرة. قلت لك الله قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. فالله هو الذي فرض وعين الإمام، لأن لو الإمام كما هو عندكم بالشورى مثلا لنال العهد الظالم، وهذا يعتبر أن الله والعياذ بالله قد أخطأ، أو أن الله قد غلب. وهذا قول علمائك عندما قالوا أن العهد هنا هي الخلافة، هي الإمامة، والإمامة هي الخلافة. وذكرت لك 5 من أساطين علمائك قالوا أن العهد لا ينال عهدي الظالمين، هي الإمامة الخلافة، هي الإمامة خلافة. فالله نفى عن الظالمين أن ينالوا الإمامة، فكيف تكون بالشورى؟ كيف تكون بالشورى؟ كيف تكون بالنص من قبل السابق إلى اللاحق كما حدث بين الخليفة الأول والثاني، أو بين الثاني والثالث، أو بين بني أمية أو بني العباس؟ كيف تكون ذلك؟ لأنه سينال العهد ظالم، والله نفى أن ينال العهد ظالم، وقال العهد ليس إلا في المؤمنين بأقوال علمائك. تقول الله سبحانه وتعالى قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. والله العظيم ما يعني ليش تخليني أكرر ماذا قلت أمس؟ قلت لك الجعل كما قال كبير مفسريكم الفخر الرازي التوضيح والتبيان. كما أقول إنسان جعلتك سارقا، مو أني اتهمته بالسرقة أو أنه صنعته سارق، لا، يعني فضحته، يعني فضحته أمام الناس، خليت أمام الناس يعرف بأنه حرامي، واضح. أما الجعل هنا هو الجعل الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أو في إني جعلك للناس إماما، الجعل التكويني كما قال علمائك، مو علمائي. هذا ابن تيمية يقول خلق الظلمات والنور، وقال جعلنا الليل والنهار، يقول خلقنا الليل والنهار، وقال وجعلنا الشمس سراجا، وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعتم إجابة إخواننا في منهاج السنة؟ حد سمع إجابة؟ إخواننا اللي هيسمعوا في اليوتيوب والفيسبوك إذا نشرت هذه المناظرة، حد منكم سمع إجابة؟ تمام؟ الأستاذ الفاضل إلى الآن لم يجيب عن سؤال بحجة إن ما عندوش وقت. تمام؟ بحجة إن ما عندوش وقت. أين الدليل إن الإمامة أمر توقيفي؟ مفيش جواب. طيب عندك بتقول إن هذا العهد مستمر في المؤمنين غير الظالمين إلى أن تقوم الساعة. إذا وقع عندك الإمام في الظلم لأنه بايع
من كان ظالما، علي بن أبي طالب. وهذا جاء عندك في كتاب أصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسيني الكاشف الغطاء، تمام. وحين رأى أن المتخلفين، أعني الخليفة الأول والثاني، بذل أقصى الجهد نشر التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا، بايع وسالم، تمام. هذا اعتراف أحد علماء الشيعة بأنه قدم هؤلاء الثلاثة في هذا الأمر. سألتك سؤال في الأنبياء، كان ده آخر كلام ليا، بتقول فيه إيه؟ أصل الموضوع إن في أنبياء لم يكونوا أي. سألتك سؤال، هل هم كانوا ظالمين لأنهم لم ينالوا هذا العهد اللي هو مقام الإمامة عندكم، اللي هو أعلى مقام من مقام النبوة والرسالة؟ لم تجيب. سألتك عن علي، لم تجيب. عن العلماء الذين اختلفوا في أن الإمامة من أصول الدين أو من أصول المذهب، لم تجيب. ما في سؤال واحد أجبت عنه، ترسل غير تستقبل. أما أن تعتبر هذه إساءة فهي ليست إساءة. أستاذنا الفاضل عبد الله 14، والله وبالله وتالله ليست إساءة، بل هي صفة فيك، إنك لن تجيب عن أي سؤال، وكأن المناظرة فقط استرسال من طرفك. كل سؤال تسألني عنه أجيبك عنه بالدليل وبالرد مما أنت تأتي به من أقوال العلماء، لأبين لك مواضع البتر التي تقوم بها. فهذا ليس ذنبي. فأتمنى منك إنك تجيبني عن سؤال واحد بس، اللي هو إيه؟ أين الدليل أن الإمامة أمر توقيفي؟ سألتك برضو سؤال، إذا كنت تقول إن إبراهيم عليه السلام وهذه الإمامة لأنه على عهد الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لغير ظالمين، فبطل الاستدلال، لأن هذه الآية لم يكن نبي الله إبراهيم خليفة في هذا الأمر. بتقول إن هنا إن الآية القرآنية تفيد أن الله سبحانه وتعالى لم يعين إلا مطهرين. الله يقول: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. هذا قول الله سبحانه وتعالى، منهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ماذا تقول عن قول الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر؟ أجبنا بالله عليك عن سؤال واحد. فضل معاك المية. تقول أن هذا وصف ليس إساءة، وأنا تقبل أن أقول لك يا أهل، وأنا ورب الكعبة أراك كذلك، لكن أنا لا أقول لك لا يا أستاذ. أنا ورب الكعبة أراك جاهلا، لكن لا أقول لك أنك جاهل، أقول لك يا أستاذ، أقول لك يا أستاذ. فاسمع يا أستاذ سفير، أنا إلى الآن لا أدري لماذا لا تجيب على السؤال كي ينتهي الحوار وتنتهي المناظرة. أجبنا الآن. كم مرة كررت عليك؟ أنا لا أريد أن أزحمك بالأسئلة، أكرر عليك نفس السؤال في كل مداخلة. الله قال: لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. عندك نال العهد الظالم أم لا؟ الله هنا عندما قال لا ينال عهدي الظالمين، هل أثبت أن الله لا يقبل بالظالم، وأن الظالم لا يمكن أن يكون إماما كما قال علمائك؟ لا أن يكون إماما كما قال علمائك، لا يمكن أن يكون إماما. فالظالم نفى عنه الله سبحانه وتعالى أن ينال، أو منع الله عنه أن ينال الإمامة. فلو تجاوب على هذه الأسئلة إن شاء الله سوف نجيبك، عفوا سوف تصل إلى الحقيقة. تقول أنت الإمام قال يوم أمس، وقلت الإمام لا بد للناس من إمام وكذا وكذا. هذه اتركها إلى يوم من هو الإمام. اليوم نحن لا نتكلم هل إمامة الإمام علي أم إمامة أبو بكر. تقول أن الإمام بايع، أقول لك أن أثبت ذلك أنا الآن أترك المناظرة. إذا أثبت أن الإمام علي عليه السلام بايع، حتى لو بحديث أقل من الحسن، أن الإمام بايع، وإذا لم تستطع بالحديث الحسن هات الضعيف. أما قول كاشف الغطاء عالم معاصر مات قبل يمكن 50 سنة، عالم معاصر، بينه وبين هذا الأمر 1400 سنة، نطالبه بالدليل. هو ليس مفسر للقرآن آية كريمة فسرها، لا، هنا يثبت حادثة واقعة نحتاج إلى الدليل. الإمام في كتبك يرى أبو بكر وعمر بالدليل الصحيح فاجران كاذبان آثمان غادران. ويقول لأبي بكر عندما جاء إليه ويقول له بايع، قال: بل أنت بايعني، أنا أحق بالبيع منك، أنت أحق بالبيع لي منك، أنت أحق بالبيع لي. وفي كتبكم بالأدلة الصحيحة يقول: بايع الناس أبو بكر أو بايع الناس أبا بكر وأنا أحق بالبيع منه.
والرواية صحيحة في كذا مصدر من كتبكم، لكن هذا مو موضوعنا، نتركها إلى يوم آخر، إلى يوم من هو الإمام. الله يبارك فيك. أكرر سؤالي للمرة العاشرة. الله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهدي الظالمين. هل هذا إثبات من أن الإمامة نص من الله سبحانه وتعالى وتعيين من الله، أم اختيار البشر؟ أجبني بالله عليك، هل البشر يختارون أم أن الله ينصب؟ تفضل يا أستاذ. الله المستعان. بيقول لي أنا سألتك سؤال، هل ينال الإمامة ظالم؟ أجبت قلت له لا. هل في دلالة على الآية أنها تنصيب؟ قلنا لك في معنى النبوة أستاذنا الفاضل أن الله سبحانه وتعالى من ينصب الأنبياء. اعطنا الدليل أن الإمامة أمر توقيفي كما ذكرت أمس، لم أسمع منك إجابة. أما في قولك إنك تنعتني بالجاهل أو تنعتني، انعت بما شئت، تمام، ولكن أنا لم أنعتك بجهل، ولم أقول عنك مسكين، ولم أقول لك إنك تقرأ النصوص بعينك ولا تتدبر بقلبك، ولم أقول لك إنك لا تفهم ما في النصوص، تمام. يعني أشوف أنا ما أسأتش خالص، أنا كل اللي قلته حضرتك مرسل غير مستقبل، فأنت اعتبرتها إساءة وأنا قلت لك هذا وصف وليس إساءة. السؤال اللي بتسأله لي أجبتك عليه، شوف في أول مداخلتي قبل ما أكمل أي كلام لي، بتقول لي محمد الكاشف الغطاء هذا عالم معاصر، هل هو جاهل في هذا الشأن عندما قال هذا القول؟ يعني هل أخطأ؟ قل لي أخطأ، تمام، في هذا الشأن. حتى في رسائل المرتضى الجزء 3 صفحة 244 قال الشريف علم الهدى: اعلم إن قد بينا في الكتاب الشافي في الكلام وفي كتابنا المعروف بالذخيرة في باب الإمامة منه كلام في إظهار أمير المؤمنين مبايعة أبي بكر، تمام، وكفه عن منازعته. إيه رأي حضرتك؟ الشريف المرتضى أخطأ هو كمان أم إنه يجهل وحضرتك العلامة؟ قل لي علماء جهل في هذا الشأن. ممتاز. أما في قولك في حديث غادران آثمان، يعني أنا رديت عليه بدل المرة 20 مرة، تمام. في هذا الشأن عندك حديث صحيح على فكرة في كتاب الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 8 باعتراف الحسن ابن علي رضي الله عنهما بمبايعة خد لفظ من لفظ بمبايعة معاوية ابن أبي سفيان، تمام. وحديث حتى صححه صاحب الكتاب، بل والأكثر من ذلك في الحديث اللي بعديه على طول، وأيضا حديث صححه صاحب كتاب الاحتجاج بتوثيق رجاله باعتراف الحسن بأن كل الأئمة بايعوا خلفاء الدولة الأموية والدولة العباسية والثلاثة الأوائل. ايه رأي حضرتك؟ ده موضوع الخلافة. انا دلوقتي خرجت انت من الموضوع للخلافة، شفت بقى انت ازاي خرجت؟ احنا عندنا الامامة في القرآن الكريم، هل بالمفهوم الشيعي لها في القرآن الكريم؟ انت الى الان لم تستطيع ان تأتي بآية واحدة ان تثبت ذلك. حتى الصدوق في الخصال اثبت البيعة، ولكن بس عشان الوقت انا سؤالي اليتيم اهو، اسمعوا في الغدير، اسمعوا في غرفة منهاج، أين الدليل أن الإمامة أمر توقيفي كما قال الأستاذ عبد الله 14؟ اتفضل معاك المايك. أبدأ مما قلت أن الإمام الحسن بايعوا بالدليل الصحيح. أقول لك نتحداك ذلك. الإمام الحسن كان يرى معاوية منافقا بكتبكم الصحيحة، الإمام علي بن أبي طالب كان يرى معاوية كافرا في كتبكم الصحيحة، والإمام علي بن أبي طالب كان يرى معاوية من بقية الأحزاب أي الكفر المشركين في كتبكم الصحيحة، وكان يلعن معاوية في كتبكم الصحيحة، وكذلك الإمام الحسن والحسين عليهما السلام. فأرجوك أخي العزيز خلي نبقى في أصل موضوعنا. تقول الإمامة غير الخلافة، والله ما أدري أضحك أم أبكي على هذا الوضع. أولا يا أستاذي الكريم، الإمامة هي الخلافة كما قال علمائك. جاء الحديث الخلفاء 12 كلهم من قريش، وجاء حديث الأئمة من قريش، أن الخلافة هي الأئمة. اسمع ماذا يقول إمامك أحمد بن حنبل، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول في السنة لأبي بكر الخلال عن سلمان قال لا يكون منهم إمام، يعني الموالي. قلت ما يعني به لا يؤمكم؟ أراد أن لا
لا يؤم الرجل المولى أحدا، قال لا يريد الخلافة، قال لا بل يريد الخلافة، يعني قال لا يريد الخلافة، لأن الرسول قال الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. قال وابن أبي شيبة بالحديث الصحيح وكيع عن إبراهيم قال حدثني عمي أبو صادق عن علي الأئمة من قريش. وفي مصنف ابن أبي شيبة حدثنا وكيع إبراهيم حدثني عمي أبو صادق عن علي الأئمة من قريش. وفي سنة لابن أبي عاصم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. وهناك حديث الأئمة الخلفاء من قريش. إذا ثبت الأئمة هم الخلافة وهم الأمراء، تارة يعبر عنهم بالأمراء، تارة بالخلفاء، وتارة بالأئمة، لا تفرق بينهم. أرجوك إذا أنت مو مطلع اقرأ حتى لا تكون أضحوكا. أرجع إلى أصل الموضوع. قال يقول أنا أجبت أنه قال أن الإمامة لا ينالها ظالم. ممتاز ممتاز. إذا كانت الإمامة لا ينالها ظالم ما بال علمائك أنزلوا الإمامة في الظلمة، ما بال علمائك أنزلوا الإمامة في الظلمة. هذا ابن حجر العسقلاني يقول والذي وقع أن الناس اجتمعوا أراد أن يفصل من هم الأئمة 12 إلى أن قال ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة، يقصد عبد الملك مروان، الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام، إذا قال وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء 7 بعد الخلفاء الراشدين. والثاني عشر أي الإمام الثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك. اجتمع الناس عليه لما مات عمه، لما يا جماعة الخير بالله عليكم حد يساعد الأستاذ عبد الله 14 عشان يجاوبنا عن السؤال اللي اتنبح صوتنا فيه من امبارح. أين الدليل أن الإمامة أمر توقيفي؟ يعني يا جماعة الخير ساعدوه، يعني حد يبعت له في الخاص، حد يقول له اعتذر، طيب حد يقول له انك اخطأت، حد يقول له انك انت ورطتنا، حد يرد عليه بأي رد من هذه الأمور يعني. ولكن يطلع للمناظرة الثانية على التوالي لم يجيب عن سؤال واحد من أسئلتي. أقول له علي بايع يقول لي علي لعن، الحسن بايع يقول لي حسن لعن، بيقول لي أتحداك أن تأتيني برواية صحيحة من كتبي إن الإمام الحسن بايع معاوية. والله قبلت التحدي. كتاب الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 8 و9، تمام؟ الرواية تلاقي كده وعن حنان بن سدير، تمام؟ عن أبيه إلى آخر الرواية لما لامه الناس على بيعته إلى معاوية، تمام؟ وهتلاقي نفس الكتاب مصحح لك في سند الرواية. ايه رأيك يا أستاذ عبد الله 14؟ قابلنا التحدي. حضرتك بتقول ما حدش بقى. اسمع يا سيدي الخوئي ماذا يقول. طبعا لولا ممنوع تنزيل كنت نزلت لك. اسمع يا سيدي الصوت واضح، تمام؟ الصوت واضح. يا ريت بقى تقول لي هل الخوئي هنا عالم ولا جاهل فيما سأنقله لك الآن. ماشي؟ الخوئي بيسألوه في موقعه الرسمي وقلت لولا ممنوع تنزيل الرابط انا نزلت لك الرابط. سئل الخوئي اذا كان تم التطهير من الحسن الخطأ كيف بايع معاوية، هل هذا خطأ ام صواب؟ قال انما بايعه بامر الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث الحسن والحسين عليهما السلام امامان قام او قعد ولم يكن اي خطأ كي ينافي عصمته. ده الخوئي بيقول الكلام ده. ايه رايك في قول الخوئي؟ عالم ولا جاهل؟ الكشف الغطاء عالم ولا جاهل؟ ده اجبنا بالله عليك. سألنا الشريف الرضي عالم او جاهل؟ يعني اجبنا. يعني سؤال من امبارح مش عارف تجاوب عليه، ترسل فقط. اما اسئلتك بجاوب عليها. سألتني هل الامامة ينالها ظالم؟ قلت لك الامامة بمفهوم النبوة عند اهل السنة كما قال العلماء لا ينال ظالم. بتقولي لا اصل الخلافة هي الامامة. نعم الخلافة والامامة هذه اسمها الامامة الكبرى، تمام؟ وكل عندنا حتى اعترفت لك من كتاب صالح الورداني امس اما فكرة الامامة عند اهل السنة فهي فكرة عائمة تطلق على الحاكم وتطلق على امام المسجد وتطلق على كل من يؤتم به. ذكرت لك كل هذه الامور. عندنا مفاهيم للامامة غير مفهوم الشيعة انها واجب وانها منصب من عند الله سبحانه وتعالى وانه معصوما وانه منصوصا عليه. ادينا الدليل ان هي الامامة توقيفية. السؤال اليتيم تاني بكرره يا مستمعين، اين الدليل ان الامامة توقيفية كما قال الاستاذ عبد الله 14؟ ساعدوه بالله عليكم. اتفضل معاك المايك. طبعا
أدعو الأستاذ سفير أن يهدأ قليلا ويترك هذه الأمور التي يحاول أن يغطي عن بعض المسائل التي تخصه. يقول أن هؤلاء العلماء قالوا أن الإمام علي أن الإمام الحسن بايع. أقول لك كثير من علماء قالوا أن عائشة كانت تقول اقتلوا نعتلا فقد هرب، كالرازي، كابن العبري، كابن الأثير. يكفي ابن الأثير يقول حديث عائشة قالت اقتلوا نعتلا فقتله الله، تعني عثمان. والفخر الرازي قال هذا في الجزء الخامس صفحة 80. وعند الفخر الرازي في المحصول عند الفخر الرازي قال أن عائشة فكانت عائشة تحرض على عثمان وتقول اقتلوا نعتلا قتل الله نعتلا. تقبل بأقوالهم ولا تطالبني بالدليل؟ أم هؤلاء جهلة ما يفتهمون؟ ربما جهلة. يا عزيزي، يعني هذه الأمور والله عيب أن ننزل إلى هذا المستوى. العالم يحتاج إلى الدليل. إذا أتى العالم بالدليل أخذنا به. ما أتى العالم بالدليل، نعم العالم يخطئ، العالم يخطئ. هل عندنا نحن إجماع؟ لا. قول العالم يخطئ، نعم. لماذا لا يخطئ العالم؟ يخطئ. أنا الآن عندما نقلت لك مع العلم أن التفاسير لا أصل لها عندكم، لا أصل لها يعني لا إسناد لها، لا أصل لها، لكن بالرغم من ذلك أقول لك إن وجدت أقوال علماء غير الذي أنقل لك هاتها. تقول أنك تجيب، والله ما أجبت. شوف السؤال الأخير كيف تحاشيته. قلت لك أن ابن حجر العسقلاني يقول الإمام الثاني عشر عند أهل السنة هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك. الإمام الثاني عند أهل السنة هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وهو وطي سكير في السيق كما قال عنه الذهبي، كان يمارس اللواط ويشرب الخمر. فهل هذا تنطبق عليه آية الكريمة لا ينال عهدي الظالمين؟ تقول الإمامة كبرى والخلافة كبرى وصغرى. والله العظيم هذا مستوى يعني حقيقة حتى الصغار يترفعون عنه. نتكلم عن الخلافة الكبرى أو الإمامة الكبرى. احنا مو موضوعنا الآن إمامة صغرى أو إمامة مسجد مثل يوم أمس. موضوعنا الآن الإمامة الكبرى، الخلافة الكبرى. والإمامة كما قلت لك هي الخلافة. جاء الحديث الخلفاء من قريش، الأئمة من قريش، فثبت أن الأئمة والخلفاء هم واحد. الإمامة الكبرى أو الخلافة الكبرى هي واحدة. واضح؟ لا تكرر هذه المسائل التي أنا متأكد يا أستاذ سفير أن حتى أطفال أهل السنة يضحكون عليك الآن. حتى أطفال أهل السنة الآن، وحتى أطفالك إذا كان عندك أطفال الآن يضحكون عليك على هذا المستوى الضعيف الركيك. أنا ما كنت أريد أن أنزل إلى هذا المستوى، لكن وجدتك حقيقة تخرج عن الموضوع إذا مواضيع فيها إساءة. فأرجوك يا عزيزي يا سفير، يا أستاذ سفير، أرجع إلى السؤال. ثبت عندكم أن الإمامة لا ينهى ظالم، وثبت أن بعض أئمتكم ظلمة، كيف توجه؟ طب والله كويس ان الناس تضحك، يعني بدل الناس ما تكون مشدوده كده. انا قاعد بشرب قهوه كده والعيله عماله تضحك حواليا، صدق. اما في نزولك لهذا المستوى فانا اعذرك عليه بصراحه، يعني لاني صح سؤال واحد مش قادر تجاوبه من امبارح، فوضح المستوى فعلا. تمام. اسمع ماذا يقول صاحب معرفه. اما قولك اقتلوا نعسلا دي روايه ضعيفه عند اهل السنه بالحق، نسيت اقول لك يعني. تمام. يعني رواية اقتلوا نعسلا هذه رواية ضعيفة عند أهل السنة. أما الأئمة من بعد 12 برضه رواية ضعيفة عند أهل السنة. أما الأمراء من بعد رواية صحت عند أهل السنة. تمام. بتقول اسمع ماذا يقول صاحب كتاب معرفة الإمام في المجلد السادس عشر اللي هو الطهراني، ماذا يقول في صفحة 211. لما ذكرت في كتاب أعيان الشيعة بيعة الإمام زين العابدين عليه السلام ليزيد بن معاوية. تمام. وثم لعن بعد ذلك فقال إن أعيان الشيعة كتاب سير ولما ثبت بالأدلة القاطعة. هنا بيقول لك هنا من وحي المصالح الضرورية الذي والتقية حفاظا لنفسه ونفوس أهل بيته من بني هاشم. يعني الإمام عندك بيع تقية، بيعترف صاحب هذا الكتاب. ماشي. قال المرحوم القمي لا يصلح ذكر هذه الأمور وإن كانت ثابتة لأنها تؤدي إلى ضعف عقائد الناس، وينبغي دائما أن تذكر الوقائع التي لا تنافي مع عقيدة الناس. شفت الشيعة الاثنى عشرية ازاي بيصرحوا بمعتقدهم؟ انه بيقول لك اضحكوا على الناس ويقولوا ان مفيش بيعه. قال المرحوم الامين انا لا ادري اي الوقائع فيها مصلحه وانها ليس فيها مصلحه، عليك ان تذكرني بالامور التي ليس فيها مصلحه فلا اكتبها. يعني اما بقولك بالنسبه لاهل السنه ما عندهمش تفاسير مسنده، ارجع الى تفسير الطبري لم يذكر امر الا بسند. ارجع الى تفسير ابن كثير. تمام.
يتحدث فيه بالأسانيد. تفاسير أهل السنة أستاذ الفاضل هي من علمت الجميع كيف يأخذون التفسير، ولذلك لا يوجد كتاب شيعي واحد يخلو من الاستدلال من تفاسير كتب أهل السنة اللي انت بتقول عليها. أرجع لسؤالي في الدقيقة اللي فاضلة دي، أين الدليل أن الإمامة أمر توقيفي من القرآن كما أنت ذكرت أمس، عندما قال علي بن أبي طالب في نهج البلاغة كان ذلك لله رضا، إنه بايعنا القوم الذين بايعوا أبي بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إمام كان ذلك لله رضا. هل عندما قال كان ذلك لله رضا أصاب الإمام عندك أم أخطأ الإمام عندك؟ عندما اعترف الخوئي ببيعة الحسن هل أصاب أم أخطأ؟ عندما اعترف الشريف المرتضى عندما قال علي لابد للناس من أمير بر أو فاجر؟ يعني اختار لك سؤال في دول جاوب عليه بأدلة كده بس. اتفضل. أستاذ سفير يبدو فعلا أنك لا تريد أن تستمع. ألم أقل لك أنه أخطأ من لم يأتي بالدليل قد أخطأ، من لم يأتي بالدليل قد أخطأ. تقول أن حديث عائشة اقتلوا نعتنا فقد كفر، مع العلم أن هذا ليس موضوعنا. أقول لك وهو مسند له إسناد أنت لم له، فكيف بمن قال شيئا ليس له إسناد كقول كاشف الغطاء ليس له إسناد؟ أيهما أقوى، من له إسناد ولو ضعيفا أم من لم ليس له إسناد أصلا؟ علما أن بعض علمائك كابن الأثير أرسلها إرسال المسلمات، ما قال لها إسناد، ما يحتاج. انظر ماذا يقول: حديث عائشة اقتلوا نعتلا قتل الله نعتلا، تعني عثمان، وهذا كان منها لما غاضبته وذهبت إلى مكة. النهاية في غريب الحديث الجزء 5 صفحة 80. لكن نحن لا نحتاج عليك بهذا. ليش؟ لأننا أهل علم، نعرف كيف نحتج، نعرف كيف. نحن نقول كون الرواية ضعيفة نتركها خلاص. فأنا أحب أعلمك، أحب تتعلم بأن لا تحتج بأقوال العلماء من غير دليل. إذا أجاء العالم بالدليل هات كاشف الغطاء أو غير كاشف الغطاء، إذا لم يأتي بالدليل أن الإمام علي بايع فلا نقبل منه. تقول أن الإمام زين العابدين بايع، أقول لك لو تنزلنا أنت لماذا الآن لا تفقه أو لا تفهم ما تقرأ؟ لا تفهم ما تقرأ. البيعة التي تحت السيف تحت أن تقول إنها بيعة صحيحة، هذا حتى لو كان طفل عمره 4 سنوات يقول لا قيمة لها. البيعة التي تكون تحت السيف أو بالإكراه لا قيمة لها. لو كانت لها قيمة لكان سب عمار بن ياسر لرسول الله قد أخرجه من الملة، لكان سب عمار بن ياسر لرسول الله أخرجه من الملة. ولكن لا سب عمار له قيمة ولا البيعة لها قيمة. نحن نتكلم عن بيعة مقبولة، بيعة مقبولة. أتحدث أن تثبت ذلك. تقول أن عندكم تفاسير للتفسير، عندكم أسانيد التفسير. أقول لك والله الذي لا إله إلا هو لن تصدق. انظر ماذا يقول إمامك ابن تيمية، يقول: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد 3 أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. وهذا أين قاله؟ قاله في كتاب مجموع الفتاوى الجزء 13 الصفحة 347. يا أخي روح اقرأ وتعلم. ما عندكم تفسير له إسناد، روح تعلم. ما أدري من أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل جاهل ما اطلع على كتب التفسير؟ ها؟ أرجع إلى السؤال الأصلي. قال الله سبحانه وتعالى: لا ينال عهدي الظالمين. وثبت عندك أن الظالم نال الإمامة. كيف تجمع؟ تقول أن حديث خلفاء 12 الأئمة 12 ضعيف. أنا ما احتجت بهذا الحديث، قلت لك الأئمة من قريش والخلفاء من قريش والحديث واحد. واضح؟ فثبت أن الإمامة خلافة، أن الإمامة هي الخلافة. السؤال لا زال قائما. تفضل يا أستاذ سفير. الله أكبر ولله الحمد. الأستاذ عبد الله 14 الشيعي الاثنى عشري الأدمن في غرفة الغدير قال: الخوئي مخطئ، الشريف الرضي مخطئ، الكاشف الغطاء مخطئ. ما شاء الله، أساطيل الشيعة الاثنى عشرية جعلهم مخطئين. ولكن الأستاذ عبد الله 14 عندي أنا كإنسان باحث في الدين الشيعي والفرق والمذاهب كلامه لا يمثل عقيدة الشيعة في هذا الشأن. فلذلك أطالب من خطأ الخوئي في هذا القول عندما ذكرت أن هذا القول عن الخوئي خطأ.
من خطأه؟ من قال إنه أخطأ في هذا القول؟ أما بقولك فأن هناك إجماع من العلماء منافي لكلام هؤلاء، لا إجماع عندك أساسا في الدين أنا أعلمك إلا بقول المعصوم. يعني عندك الإجماع باطل إن لم يكن هناك قول معصوم يؤيده. ممتاز. وعندك المعصوم اعترف بالبيعة، وعندك أقوال تقول، أما تقول البيعة تحت السيف، أنت عندك نص، ولكن والله أنا مش متذكر للأمانة العلمية في أي كتاب، ولكن أجيبه لك إن شاء الله تعالى، أنه لا يجوز الائتمام بمن يخاف في أمور الدين والدنيا. لا يجوز أن يكون إماما للناس شخص بيخاف، تمام، ويستخدم المكر والخديعة، لا يجوز أن يكون إماما للدين والدنيا. استشهادك بعمار استشهاد ضعيف، لأن عمار لم يكن عنده ولاية تكوينية تخضع لها ذرات الكون، لم يكون إماما معصوما منصبا من الله سبحانه وتعالى. فقولك وإن تنازلنا، لا تتنازل حبيبي، لأن دينك يقر بأن الإمام لابد أن يكون أشجع الناس. فكيف يكون أشجع الناس وفي نفس الوقت خاف من السيف؟ الله المستعان على هذا المعتقد. سمعتم على مدار الساعة ونص الثانية الأستاذ عبد الله 14 جاب لي دليل أن الإمامة توقيفية من القرآن الكريم؟ لا. سمعتم ردوا على سؤال بيقول أنا لا أقبل الرواية إلا بسند؟ يا أخي ده قول عالم مش رواية، قول عالم. ركز، أنا أذكر لك أقوال علماء وليست روايات حتى تقول أين السند. أنت نفسك استدلت بسند أنا ضعفته لك اليوم، فأنت ليس عندك صحيح وضعيف. تمام؟ أنت ليس عندك صحيح وضعيف. ماذا تقول في قول القم إنه من وجوب التقية على الناس إننا لا نتحدث بمثل هذه الروايات والأمور التي قد تفتن الناس؟ يقول لا يصلح ذكر هذه الأمور وإن كانت ثابتة لأنها تؤدي إلى ضعف عقائد الناس، وينبغي دائما تذكرة الوقائع. يعني معنى هذا إن الدين مبني على ضروريات ولا يجوز فيه التصريح بما فعل الأئمة حتى لا تضعف عقيدة الناس. أي دين هذا؟ أي معتقد هذا؟ أي معتقد مش عارف يثبت أن أصل الإمامة في القرآن الكريم تنصيب إلهي وإنه توقيفي. أي دين هذا؟ يا مستمعينا الكرام، الأستاذ عبد الله 14 ما زال يرسل لا يستقبل. فضل معاك المايك. السلام عليكم. طبعا هاي راح تكون آخر مداخلتين، الأخ الدكتور عبد الله ومن بعد سفير الإسلام. هاي المداخلتين الأخيرتين. تفضل أخونا دكتور عبد الله. طبعا يقول هل هؤلاء أخطأوا؟ أقول نعم أخطأوا، كررت لك كذا مرة. قال من قال أنهم أخطأوا؟ لك قال من هم أخطأوا؟ من تقدم عليهم في القرب من هذه الحادثة. فاسمع ماذا يقول الشريف المرتضى في الفصول المختارة، ومن كلامه أيضا في الدلالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايع أبا بكر. قال الشيخ أدام الله عزه قد أجمعت الأمة على أن أمير المؤمنين عليه السلام تأخر عن بيعة أبي بكر، فالمقلد يقول كانت 3 أيام، ومنهم من يقول تأخر حتى ماتت فاطمة عليه السلام كما طبعا في البخاري، ثم بايع بعد موته، ومن يقول تأخر 40 يوما، ومنهم من يقول تأخر 6 أشهر. والمحققون من أهل الإمامة يقولون لم يبايع ساعة قط، لم يبايع ساعة قط. ها يا أستاذ لا تسأل مرة ثانية، لا تسأل مرة ثانية. أما ما تتبه أنت من رواية الطوسي، من رواية الطبرسي عفوا صاحب كتاب الاحتجاج، أقول لك بين الراوي حنان بن سدير وبين الطوسي مئات السنين، فالرواية مرسلة يا رجل. فمن المعيب أن تحتج علي بالضعيف، تقول أنك فندت رواية ما ذكرتها لك يوم أمس. أقول لك فندتها بالجهل، نعم فندتها بالجهل والمصيبة أنك تقول باحث في الشأن الشيعي، فندتها بالجهل. قلت واقفي، وهل الواقفي عندنا غير ثقة؟ بعض الواقفية موثقين كما عندكم أنتم بعض الخوارج موثقين، وبعض الرافضة عندكم ثقات، فما المشكلة؟ فلا تعيد على شيء قد أجبنا عليه. لا زال السؤال قائما. لا ينال عهدي الضمين، إمامك 12 لوطي فاسق سكير وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك ونال الإمامة. هل الله أخطأ؟ هل الله أخطأ؟ عندك إجابة يا أستاذ سفير؟ لماذا تترك هذا السؤال؟ 50 مرة كررت عليك. إمامك 12 لوطي وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك، عده علمائك أنه الإمام 12 عندكم وهو الوطي، وأنت أقررت لنا قبل قليل أن الإمامة لا ينالها إلا المؤمن.
الظالم لا ينالها إلا إذا قلت والله الواطي لكنه مؤمن. واضح يا أستاذ سفير؟ لا زال السؤال قائما. أثبتنا أن الإمامة، أن العهد هو الإمامة، وبعدما قلت أن الإمامة هي النبوة بينا جهلك، وأثبتنا من كبار علمائك أن الإمامة المقصود بها هي الخلافة وليست النبوة، ولم تعلق على ذلك. وأثبتنا أن الإمامة والتي هي الخلافة لا ينالها إلا المؤمن. وأثبتنا أن تطبيقكم لمعنى الإمامة خاطئ، حيث أن بعض أئمتكم فسق ظلم. تفضل لك ومرحبا بك يا أستاذ سفير، حيث أن هذه المداخلة الأخيرة لي، وإن شاء الله نكمل فيما بعد. وأرجو من الله أولا ثم منكم جميعا، وأخص الأستاذ سفير، أن يعفو عنا إذا أسأنا أو قصرنا في شيء. تفضل يا أستاذ سفير. لا والله، بس أنا صعبان علي والله المستمعين اللي بيسمعوا، اللي مش عارف حضرتك تفرق ما بين الإمام الذي يقتدى به والمسمى بلفظ إمام كسياسي أو كحاكم سياسي. مش عارف تفرق ما بين هذا وذاك. عندك حسن ياري مثلا قال عن الإمام الخامنئي إنه لوطي، فهل أقول إن حسن ياري يرى أن الخامنئي لوطي، فلذلك هل هذا الذي تركه فيكم المهدي يكون شخص فيه نفس القول الذي قاله حسن ياري؟ لن أقول ذلك. تمام؟ ده للمثال فقط. سمعتم إجابة طوال الساعتين 3 ساعات بتوع المناظرة عن سؤالي؟ ما حدش سمع إجابة. الأستاذ الفاضل صاحب الأمانة العلمية اللي بينقل من كلام الشريف المرتضى عندما يقول ومنهم من يقول إنه تأخر 40 يوما، شوف بطر إيه، من يقول تأخر 6 أشهر، والمحققون من أهل الإمامة يقولون لم يبايع ساعة قط، فقد حصل الإجماع على تأخر البيعة ثم اختلفوا في بيعته بعد ذلك على ما قدمنا به من الشرح. ايه رأيكم في الأمانة العلمية للمناظر الدكتور عبد الله المرسل الغير مستقبل؟ لما بطل كلام الشريف المرتضى، هل هو صاحب أمانة علمية يستحق أن يكون رجل مقدم في حوارات ونقاشات علمية؟ هل يستحق أن يكون مناظرا وهو اعترف أمس بأن الإمام أمر توقيفي ثم جلس 3 ساعات كاملة لم يستطيع أن يأتي بدليل واحد من القرآن على ما ادعاه؟ هل عندما يقول أصل الأمر ما بين حنان بن سدير وما بين الطوسي في رواية الطوسي 100 سنين فكيف نقل عنه؟ مش ذنبي أستاذ الفاضل، علماءك صححوا السند لهذه الرواية، فالإشكال على علمائك مش علي أنا. تمام؟ أما في قولك بأن نروي عن الرافضة، وسعت منك قوي بصراحة العملية دي، ولكن لا إشكال فيها، أنا عدها لك يعني بمعنى صح، لأنه ليس موضوع المناظرة. استشهادك أيضا بتقول لي هل الإمامة يعني لها ظالم؟ سألتك سؤال، إيش مفهوم الإمامة أساسا؟ أنت تقول لي الإمامة هي الخلافة، إذا كانت عندك الإمامة هي الخلافة فاستشهادك أيضا باطل بهذه الآية. أما في تعداد أهل العلم للأئمة أو للذين حكموا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من واجب الاستدلال على ما يدعيه الشيعة الاثنى عشرية، أو في المقارنات في وضع هل فعلا الاثنى عشر هل هم فلان وفلان 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 وفلان. أما نحن أهل السنة والجماعة فلنا أئمة نقتدي بهم، كل من ثبت عدله عندنا نحن أهل السنة والجماعة هو قدوة لنا، لا نقول غير ذلك. لم ترد على قول علي بن أبي طالب كان ذلك لله رضا، فأمور كثيرة جدا. يعني أنا لم أجدك إلا مرسلا غير مستقبلا طوال 3 ساعات في حوارين، يعني أنا لا أسميها مناظرة لأنها لا ترتقي إلى درجة المناظرة، بل حوارات، سؤال واحد 3 ساعات ما عرفتش تجاوب عليه، والله أعلم بالباقي. بشكركم مستمعينا الكرام في غرفة الغدير، بشكر المستمعين إخواننا الكرام في غرفة منهاج السنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.